اشتباكات على الحدود اللبنانية السورية بعد تقدم قوات اللبنانية 200 متر وبناء حاجز داخل الأراضي السورية. على أثرها حدثت اشتباك جرح 6 أشخاص من الطرف السوري، ويأتي ذلك بعد طبعا أنتم بتجوا للقصة الحقيقية انه لبنان ما بتسمح للسوريين في الدخول الى لبنان، بينما السوريين بيسمحوا للبنانيين، وهذا الشيء يعني بيخلي السوريين يسلكوا طرق غير شرعية، وهذا الشيء يعني لازم التعامل بالمثل. طالما اللبناني بيدخل سوريا بدون اي شيء، يعني لازم نفس الشيء السوري، لانه صار في شيء اسمه دولة وصار في شيء اسمه معاملة بالمثل. انت ما بتسمح لي ادخل لعندك. طبعا ليش؟ الدولة اللي موجودة هي لحماية المواطنين السوريين. طالما الدولة ما رح تسمح للمواطنيها، الدولة الجارة، بدخول أراضيها، فنفس الشيء لازم الدولة السورية أنها تمنع مواطنين اللبنانيون من دخول سوريا، إلا إذا كان التعامل بالمثل، لأنه هذا الشيء عم بيؤدي لأنه السوريين يروحوا بطرق غير شرعية وسلك جبال. فهذا الشيء لازم التعامل بالمثل عشان الكل ياخذ حقوقه. في دولتين لازم يحترموا مواطنين بعضهم، وإن شاء الله الله يوفق يا رب.